انه حق تلاوته. لذلك حنا في البرنامج تاع نشر هذا القران الكريم عندنا فقره مهمه جدا في فقرات البرنامج تاعنا اللي هي حصه احكام التلاوه في هذا البرنامج لتعليم المشاركين احكام التلاوه، احكام الترتيل، التجويد. كما يقول ابن الجزري: الاخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القران آثم. وبالتالي هو الاخذ بهذا التجويد هذا امر ضروري جدا، خاصه اذا توفر معلم القران الكريم وانه كاين السبل والوسائل اللي تخليه انه يتعلم احكام التجويد لقراءه القران الكريم. عندنا تكريمات. التكريم الاول اللي هو افضل تكريم واقوى تكريم، والتكريم الاول اللي يشكل هدفنا الاساسي لهذا المقيم اللي هو الحفظ المكثف القران الكريم. احسن حفظ في هذه الوحده. شكون احسن حفظ لهذه الوحده؟ ايوه معتز بومله. الله يبارك. وقد حفظ خلال هذه ال5 أيام 27 ثمن. تما قداش حزب؟ 3 أحزاب في 5 أيام. حفظ 3 أحزاب جديدة في 3 أيام. 3 أحزاب ونصف. جيد جدا. فمعتز بومله يتقدم أخونا سمير لتكريمه بهذه الشهادة. خفيها الدونتيفريز. تحركت الكاميرا. كي تصور بارك الله فيك. عنده عين يا لطيف. نسأل الله عز وجل. بارك الله فيك. وقد راجع 185 ثمن. ثم قداش 185؟ 20. خلال هذا المقيم عرض على الشيخ نتاعو حوالي اكثر من 20 جنيه. اذا عنده الشهاده يتقدم. شكون؟ انا الشيخ عمي عبد الحميد. يتقدم يكرمنا أخي وزميلي وصديقي نور اليقين في هذه الشهادة جائزة. وشي هذه سيرفات كل شيء مبروك يا سيدي. دوكا عاد خفيها دونتيفريز. ما بيناتنا 18 حزب. الاسم تاعو شد من الشط للشط. شوف الاسم تاعو لدمي محمد نور اليقين. شد من الشط للشط. مروان هو احسن سلوك ما كانش معيار يعني ثابته. احنا كلنا حفاظ لكتاب الله متربي القران الكريم، بالتالي كلنا بطبيعه الحال انا نكون احسن سلوك، وانما مجرد تكريم احسن سلوك. فاخترنا منذر مواتسي كشهاده تكريميه لاحسن سلوك. سروال برك. سيرفات تاع 13,000 اللي يبيعوهم عند الجامع. مسخر 3 ب100 ولد. راه نجيب لهم 3 ونجيب. يا ويلي احسن سلوك في الحلقات من بعد نتفاهم معاك. والله نحطو دونتيفريز. والله نحطو دونتيفريز نتحلف فيه. في الغرفة في الحلقة الأولى، وفي الحلقة الأخرى تركي عبد الباسط. هاي تركي عبد الباسط. أولا بالسيرفات عطيوها لي ليا. حتى أنا لابس وحدة يعني. السابق شكون اللي يسبق؟ السابق والسابقين. يا ويلي هذا زكي وصور الشيخ سليم الى غير ذلك بفعاليات. شكانت الفعاليات تشتيوها بزاف. شكانت من الصباح وانتم تسقسيوني شكون. ياسين شباب. القرآن
كان معنا الشيخ سالم بيدي في اللجنه، درنا مسابقه. المسابقه هذه فارس القران وفارس الاذان، وجا كل واحد دار المعايير باللجنه التحكيم اللي كانت مسؤوله من 5 افراد. الاربيط هو اللي داها، الاربيط الحكام هما اللي داوها، هما اللي ربحوا. كان فارس القران الفائز في مسابقه فارس القران الكريم ياسر صويوط. صح. او دار لي البارح طونتي فريز والله راني متحلف فيه. استنى برك ذاك المخلوقه شابانة ايوا شيخ شكون شابانه؟ زادوا اذنوا بعدو شيخ تحلف فيه شابانة اليوم نعمر له وجهه بالنار او يروح بالك اليوم كوني بات نوري الزنبه صفقوا لك. شابانه ما فيهاش. اللجنه هي القرار العلمي. هم دوك يمدوا لك شهاده ما تخافش. شهاده ولكن للاسف حسن ريش هو الفائز. وفيها الدقي الدقي نورمال بليز اسمعوا يدنا راح تطلع بليز لؤي جعته وانه المجهودات هذه مربع الزب. الفائز في مسابقة الاستدلال اللي هو أنه ما غلط في حتى غلطة. 20 على 20. هبط عليه جبريل. لا ما ماكش معناها هبط عليه دلوقتي. صلاح الدين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، أي أننا نحمد الله سبحانه وتعالى في الأول وفي الآخر. نحمد الله سبحانه وتعالى على كل حال ونعوذ به من حال أهل النار. نحمد الله سبحانه وتعالى في البداية كما افتتحنا هذا المخيم، ونحمد الله سبحانه وتعالى في النهاية أو في الاختتام كما نختتم هذا المخيم. كان يوما وأياما من أيام الله المباركات افتتاحا واختتاما، فالحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. فأهل القرآن الله سبحانه وتعالى بهذا النعمة، نعمة القرآن، فضل الله سبحانه وتعالى جبريل على سائر الملائكة لأنه كان أمين الوحي. فبفضل القرآن فضل الله سبحانه وتعالى جبريل عليه السلام لأنه أمين الوحي. وفضل الله سبحانه وتعالى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بنزول القرآن عليه، فكان في أعلى عليين بنعمة القرآن، فكان أفضل خلق الله سبحانه وتعالى. وفضل الله سبحانه وتعالى بالقرآن الكريم، فضل ليلة القدر التي أنزل فيها القرآن، فضلها على سائر الليالي لأن القرآن نزل في هذه الليلة. وفضل الله سبحانه وتعالى الشهور على جميع الشهور، فضل الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وفضل الله سبحانه وتعالى خير أمة أخرجت للناس بهذه الفضيلة وبهذه النعمة وهي نعمة القرآن. وفضل الله سبحانه وتعالى حاملي القرآن. أنتم حملة القرآن محفظين وحفظا،
معلمين ومتعلمين. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. انظروا القرآن وفضل القرآن ومكانة القرآن. فبالقرآن فضل الله سبحانه وتعالى حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبالقرآن فضل الله ليلة القدر، وبالقرآن فضل الله شهر رمضان، وبالقرآن فضل الله سبحانه وتعالى أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أمة اقرأ. فمن أراد أن يكرمه الله تعالى ويكرمه الله تعالى ويفضله الله تعالى فعليه بالقرآن، فاجتهد للقرآن. فأهل القرآن، كل من يحب أهل القرآن، حفظة القرآن، معلمي القرآن، فهو من أهل القرآن. وأهل القرآن هم أهل الله، كفى بها فخرا وكفى بها تكريما ومنزلة. فجزاء الله سبحانه وتعالى القائمين على هذا المخيم القرآني، جزاهم الله خير الجزاء وجعلهم من أهل القرآن. والخير تاع القرآن لا يستفيد منه صاحبه فقط، بل حتى والديه، حتى أولاده، حتى أهله وأقاربه وأحبابه الصالحين، ويستفيد منهم كذلك أهل الإحسان، أهل الفضل، أهل الخير، جنود الخفاء الذين يساهمون ويحبون أهل القرآن. فاسعدوا أيها الأحباب بالقرآن في الدنيا وفي الآخرة. جزاكم الله كل خير. وتذكرونا في سجودكم يا أهل القرآن يا براء، تذكرونا جميعا، تذكروا معلميكم، تذكروا هؤلاء الذين سهروا على هذا الأسبوع القرآني، تذكروا أهل الفضل وأهل الإحسان في دعائكم، فالدعاء مستجاب، وأهل القرآن من أهل الاستجابة الذين يستجيب الله تعالى دعاءهم، لأنهم يحبون أن يكلمهم الله ويتكلمون بكلام الله. فمن قرأ القرآن فقد كلمه الله سبحانه وتعالى. من أراد أن يكلمه الله فليقرأ القرآن. فحينما نقرأ نحن القرآن أو ننصت للقرآن فنحن ننصت لله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يكلمنا. فبارك الله فيكم جميعا وجزاكم الله كل خير. والملتقانا إن شاء الله في أيام قليلات إن شاء الله. نذكرونا كاش ما ديروا مخيم في الربيع، احنا مستعدين، والرجال الخير مستعدين يزيدوا يساهموا معاكم ويوقفوا معاكم ويعاونوكم إن شاء الله. ذكرونا وبإذن الله فيه خير، والقادم أفضل بإذن الله تعالى، والمستقبل للإسلام. وتذكروا، أنا عجبتني كلمة مليحة بزاف قالها لنا خونا نسيم في افتتاح هذا المخيم، يعني تذكروا إخوانكم المسلمين المستضعفين في كل مكان، وخاصة في أرض الرباط، في فلسطين، في غزة هاشم، غزة العزة. تذكروهم بدعائكم، تذكروهم بنصرهم، أن تنصروا الله فينصرنا الله جميعا وينصر إخواننا في كل مكان. إذن كونوا سفراء، كونوا أنتم سفراء لهذا الإسلام. حتى وأنتم هنا فأنتم سفراء لفلسطين، أنتم سفراء لكل المستضعفين في العالم، أنتم سفراء لكل إخوانكم المستضعفين في كل مكان، والمستقبل للإسلام. وتذكروا حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم اللي خبرنا وقال لنا أن أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. خصكم الله تعالى بهذه المزية وبهذه المنة وبهذا الفضل، فلا تضيعوا هذه المكان. للإخلاص، الإخلاص الإخلاص الإخلاص، نخلصوا النية لله سبحانه وتعالى،
وعجبتني والله كلمة قبالها قالها قضية